استشاري وعملنا مشاريع وعملنا استثمار وعملنا تنمية وخلقنا فرص عمل للشباب، وده كله ما جاش بالساهل يعني. دي ثمار دمنا اللسان على ارض سيناء وتحرير الارض سيناء، واتجهنا بقى. كفايه ان احنا حاسين بالامان دلوقتي، ان احنا زي البلاد الثانيه اللي هي متشرده في البلاد، احنا عايشين في نعيم. وان كانت يعني احنا بنعاني شويه من الغلاء، ولكن الغلاء ده على مستوى العالم كله. وبعدين المشكله دي هتنتهي ان شاء الله قريب جدا، وهننعم بالرخاء وننعم بكل حاجه ان شاء الله. وشام على وجهه والكل عارف كده. الإصابة دي وسام وهي منطقة حساسة كله، ولكن أنا قابل الإصابة دي بكل نفس راضي، وشعر بالفخر إن أنا عملت حاجة لأولادي بعد كده ولأحفادي وللأجيال القديمة. أمال مين اللي كان هيعمل؟ كان لازم جيل يضحي في سبيل الأجيال التانية تعيش.